السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى خدت ولادي وقلت ايه اغير الجو واخدهم واروح النادي. النادي ما شاء الله بقى جميل جدا. اتغير خالص، يعني الاول بصراحة ما كانش كده خالص، كان بقاله قعد فترة طويلة جدا. في تصليحات وعامل زي الخرابة. النادي اتغير خالص وبقى حاجة تانية. هنا البسين، وده مدخل النادي. طبعا ما كنتش عارفه اصور قوي عشان في ناس كتير جدا وزحمه. وهنا بقى دخول النادي تحت، وكان في حفله النهارده في النادي. كانوا جايبين الراجل ده بيعزف، ما شاء الله كانت الحفله حلوه جدا، وكان في فقره بتاعت اطفال بس ما لحقتهاش. وبعد كده كان في مغنيه جت ما شاء الله جميله جدا، صوتها حلو قوي. وبصراحه الجو في النادي حلو قوي، كل حاجه في النادي بصراحه بقت حلوه. البسين والالعاب بتاعه الاطفال، والناس اللي هناك اللي شغاله في النادي اصلا ناس محترمه جدا، والتقديم للاكل والمشروبات كل حاجه بصراحه ما شاء الله جميله جدا. بس في حاجه واحده بس عايزه اتكلم فيها، ان انتوا اداره النادي منع دخول الاكل والشرب من بره. طب ليه؟ احنا من حقنا احنا كمحاميين، معانا ولادنا وبتاع، فمن حقنا ندخل يعني النادي من غير ما حد على البوابة يفتح الشنطة ويفتشها. يعني حاجة غير اللائقة بصراحة، يعني حاجة مش حلوة ان وانا داخلة النادي الاقي حد بيفتح شنطتي ويفتشه ويشوف في اكل ولا لا. طب في اطفال صغيرة ما بتحبش، في اطفال صغيرة ما بتاكلش من بره. يعني في امهات بتحب تاكل عيالها واكل بيتها بس، فمثلا وهي رايحه النادي بتاخد معاها الاكل اللي في البيت تاكله ولادها في النادي. وفي اطفال بيبقى عندهم مشاكل صحيه، ممنوع ياكلوا اي اكل من بره، عندهم حساسيه معينه، عندهم حاجه معينه كده بتمنعهم ان هم ياكلوا العيش العادي فالاطفال دي مثلا هتعمل ايه؟ هتخش النادي هتقعد التلات اربع ساعات اللي هيقعدوهم ما ياكلوش. هو في اكل في النادي وكده، بس في اطفال بيبقى ممنوع عنها الحاجات دي، بيبقى ليهم اكل معين. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي، عشان هي نقطة مهمة جدا، ودي هتزيد النادي يعني جمال لما تسمحوا لنا ان احنا ندخل بالاكل بتاعنا. فده مش هيضر في حاجة، اللي عايز يشتري من مطاعم في النادي هيشتري، او من العربيات. واللي مش عايز خلاص، المقتدر هيشتري واللي مش مقتدر هيجيب اكله معاه، ما فيهاش اي مشكله يعني. بس هو النادي بصراحه ما شاء الله تحفه، والاكل هناك اصلا المطاعم والكافيهات هناك جميله. ونشكر نقابه المحاميين اللي هم عملوا لنا نادي بالجمال ده. ونشكر إدارة النادي بصراحة، الناس هناك الأمن والولاد الشباب الصغيرين اللي واقفين عند الألعاب عشان ياخدوا بالهم من الولاد محترمين جدا، وفعلا بياخدوا بالهم من الأطفال. وكل حاجة هناك كويسة، بس ياريت تاخدوا بالكم بس من نقطة اللي تسمحوا لنا، ياريت لو تسمحوا لنا ندخل بأكلنا معانا. احنا كأمهات محاميين بنحب نأكل ولادنا من أكل البيت. اسمها صوت الراجل دي